الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. نغتنم هذه مناسبة الغراء، مناسبة موسم الولي الصالح مولاي عبد الله الشريف، المؤسس الأول للزاوية الوزانية. هذا الموسم هذا الاحتفال الآن ليس هو الاحتفال الأول من نوعه، وإنما ملي يقرأ الإنسان التاريخ ديال الوزان دائما موسم من عبد الله الشريف كان منذ القدم، كان يحتفل به سكان المدينة بصفة عامة، بل إلى درجة أن أهل وزان كان كل طائفة، كل فئة مهنية حرفية تقوم باحتفال بموسم ولي من أولياء دار الضمانة. وكما يعلم الجميع أن الأولياء اللي موجودين في مدينة وزان كلهم هم عبارة عن أسرة واحدة. مولاي عبد الله الشريف هو مؤسس الزاوية، الشيخ الثاني هو مولاي محمد، الشيخ الثالث هو الذي نحن بضريحه الآن مولاي التهامي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي الطيب، الشيخ مولاي أحمد، الشيخ مولاي علي محمد، الشيخ العرب العربي، كلهم عبارة عن أسرة واحدة. وأومض البرق في ظلماء الهضاب، فما لعينيك إن قلت فهمت، وما لقلبك إن قلت سفير يهيبي، ما يحسب الصف أن الحب منكتم بين منسجم منه ومضطرب، لولا الهوى لم تريق الآن على ظلمي، ولا أرقت بذكر الباب والعلم، ولا أعرتك توبع عورتي وضرى ذكر الخيام وذكر ساكن الخروشات، ولا دائم منحسب ما حتى للنصح لكن لست أزهر إن المحب عن العدل في صمم كل الآن نحن بتبعات الحمد لله، هناك نوايا طيبة للشيخ الزاوية والشرفاء والأعيان والسلطة المحلية ارتأوا باش تحيا هذا الموسم من جديد ويتبعات، فكل يشارك في هذه المناسبة الغراء. البرنامج حافل ديال الموسم، فيه برنامج ثقافي، برنامج اجتماعي، برنامج روحي إلى آخره. فالعبد الضعيف الآن أنا كنتكلم بالاسم ديال الجمعية الصفا لمدح المصطفى بمدينة وزان، من أقدم الجمعيات بالمغرب ولله الحمد المديح والسماء. ما يمكنلاش يدار شي حاجة في وزان لما يتعلق بمجال الديني وروحي وما تشاركش فيه، ولا سيما مسند بن عبد الله الشريف. ولهذا فالمشاركة ديال الجمعية أو مساهمة ديال الجمعية الصفا لمدح المصطفى بارزة في هذا المجال. عندنا اليوم الليلة ديال مولاي التهامي اللي كنحيو هادو منذ زمان، ليلة القطب الشيخ الثاني للزاوية الوزانية. وعندنا غدا ان شاء الله الليله سيدي محمد الشيخ السادس للزاويه الوزانيه. وعندنا مشاركه اخرى في الحفل الختامي، في الحفل ما قبل الختامي، المشاركه ديال
الشباب ديال الجمعيه الصفا ان شاء الله المصطفى في حفل شعبي عام يعني مساحه الاستقلال. ثم ايضا كاين عندنا المشاركه في المجال الثقافي، غادي يشارك مع العضو الجمعيه الصفا البارز المستشار الفني والثقافي سي محمد تمام الحراق، سيشارك ايضا بعرض ثقافي في المجال في الندوه الثقافيه التي ستقام ان شاء الله يوم غد على الساعه 11 صباحا. فهذا بصفه مختصره مشاركه ديال الجمعيه الصفا ديال المصطفى بموسم 2020. ونحن نتمن هذه المبادره ونضع يدنا في كل من يساهم من قريب او بعيد في احياء هذه البعثات الروحيه وهذه الجلسات الربانيه المحمديه بهذه المدينه.